العاشرة مساء بتوقيت أسمر المحلي. مشاهدينا الأكارم، نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، معكم فيها قاسم أحمد، والبدء بالعناوين. البلاد تحيي ذكرى مولد النبي الشريف. لقاء لمناقشة حقوق الطفل والعادات الضارة في جنوب البحر الأحمر. أنشطة نفير في مديرية صنعاء لجمع المحاصيل. أول محادثات سوريا منذ أكثر من عام صارت أفضل من المتوقع. كوريا الشمالية تقول فرصة تحقيق نتائج من الحوار مع أمريكا تتراجع. اتفاق أمريكي صيني على إلغاء مرحلي متبادل للرسوم الجمركية. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. احتفلت البلاد اليوم 9 من نوفمبر 12 من ربيع الأول 1441 هجرية بالمولد النبوي الشريف. وفي الاحتفال الذي جرى صباح اليوم في ساحة جامع الخلفاء الراشدين بحضور كبار المسؤولين في الدولة وأعداء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى البلاد ورجال الدين وعدد كبير من المسلمين، ألقى رئيس مجلس الأوقاف الإسلامي لمدينة أسمرة السيد محمد سعيد بشير كلمة عن مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم ورسالته رحمة للعالمين. وخاطب الاحتفال القائم بأعمال مفتي إريتريا والأمين العام للهيئة العليا للإفتاء والشؤون الإسلامية الإريترية معددا شمائل الرسول عليه السلام، وقال إن الرسول عليه السلام ضرب أروع الأمثلة في رأفته وتلطفه مع الصغار والأولاد لأنهم زينة الحياة الدنيا وأمل المستقبل. وأوضح بأن الحكومة الإريترية ومنذ تحرير الوطن تبذل جهود ملموسة للعناية بالطفل جنينا قبل أن يولد وبعد ولادته صحيا وتعليميا واجتماعيا وحقوقيا، ويجب مواكبة رعاية الطفل أيضا مع الجانب الديني والروحي إعلاميا وتعليميا. وشدد على أهمية دور الأديان إعلاميا في رفع الوعي الديني وتحصين أطفالنا وشبابنا ومجتمعنا بوجه عام، خاصة في عصر الفضاء المفتوح التي تبث فيه بعض الفضائيات سوما تفسد الأخلاق وبعضها ينشر أفكار دينية منحرفة، وحيث أن الفكر المغلوط يواجه بالفكر الصحيح المستنير. وهنأ فضيلة الشيخ سالم الشعب الإريتري في الداخل والخارج وقوات الدفاع الباسلة والعالم الإسلامي أجمع بمناسبة مولد النبي صلى الله عليه وسلم. وشهد الاحتفال أناشيد وفعاليات أخرى من طلاب خلاوي أسمرة تعكس المناسبة. شهدت مدينة عصب حاضرة إقليم جنوب البحر الأحمر في 7 من نوفمبر الجاري لقاء لمناقشة ضمان حقوق الطفل والحد من العادات الضارة شاركت فيه الجهات الحكومية والجبهة الشعبية الديمقراطية والعدالة. وقدم المهنيون القادمون من الكاتب المركزية لوزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية وكذلك الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية توضيحا مفصلا بالتركيز على الدراسات والأبحاث حول العادات الضارة عامة وخاصة ختان الإناث وزواج القاصرات والأضرار الصحية والضغوطات النفسية التي تسببها على الإناث وسبل الحد منها. وأن الأعمال التي كانت تقوم به الجهات العاملة من أجل تحقيق هذا الهدف تكشف المتاعب وتضييع الثروات، حيث تم التذكير للقيام بأعمال جادة ومنسقة، وقد أنشئت لجان تعمل بالنزول حتى مستوى إدارة الضواحي وإعداد خطة استراتيجية وضعت للتنفيذ من العام 2020 وحتى 2024 حسب المعلومات التي أدلى بها أولئك المهنيون. من جهته قال المسؤول المؤقت لمكتب العمل والرعاية الاجتماعية في الإقليم السيد يوسف السهي أن الحد من ختان الإناث يتطلب جهود حثيثة ومنسقة بالتركيز على الوعي لكافة الجهات الحكومية والمجتمع المدني، داعيا اللجان القائمة من أجل ذلك للعمل بتفاني وإخلاص. من جهة ثانية أفاد مراسل وكالة الأنباء الإريترية عن تقديم سيمينارات توعوية تساعد الطلاب والمعلمين القادمين من كافة المدارس بالإقليم والناشطين في رعاية الطلاب والأطفال على تأمين حقوق الأطفال. تشهد مديرية صوران ابتداء من 22 من أكتوبر المنصرم أنشطة نفير واسعة لجمع المحاصيل الحقلية وإنقاذها من الأمطار المتأخرة بالتعاون مع قوات الدفاع والطلاب وموظفي المؤسسات الحكومية.
وأوضح خبير البذور في المديرية الشاب عبيمة برهاتو بأن الأنشطة جرت في مناطق ماي ترى وبيحات وفورتو ومرارة وربع ناسا ومزبا ورقفت وشوقاري وعدي شيحو وعدي بقع وحكير ومطرة. وتم خلال تسيير أنشطة النفير التي استمرت لفترة 15 يوما جمع محصول القمح والشعير والطاف من مساحة أكثر من 5 هكتارات، مما يشمل ذلك 85%. وأشار المشاركون في أنشطة النفير إلى أن فعالية العمل جاءت نتاجا للإعداد الجيد المسبق. وتفيد المعلومات الواردة من مكتب الزراعة في مديرية صنعاء بأن هذا العام شهدت المديرية زراعة 11 نوعا من المحاصيل الحقلية في مساحة 10,000 هكتار. احتفلت مختلف مناطق البلاد بالذكرى الأربعين لتأسيس الاتحاد الوطني للمرأة، وقد جرت بالمناسبة أنشطة النفير وبرامج توعوية في مديريات أعلى القاش وشامبيوكا وغردات. وقالت مسؤولة الاتحاد في إقليم القاش بركة السيدة يحدقا يوهنس أن حقوق ومساواة المرأة دعمت بالعمل المضاعف التي تقوم به المرأة في البرامج التنموية، موضحة بأن ذكرى 40 سنة للاتحاد تعكس صمود وتفاني المرأة. من جهة أخرى بحث فرع الاتحاد الوطني للمرأة في مديرية ناوفا تنفيذ برامج التنمية. وأكدت مسؤولة الفرع السيدة راية عثمان أهمية تنظيم المرأة المرتكز على الوعي لحماية المكتسبات وتخطي التحديات، موضحة بذل الجهد لمكافحة العادات الضارة وإنجاح محو الأمية. قام سكان إنجحاي بمديرية تسنة بنفير نظافة لمكافحة أمراض الخريف مثل الملاريا والإسهال وأمراض الحميات الأخرى. وأشار السكان إلى ظهور الأمراض في موسم الخريف وأن النظافة هي الخيار الأول لمكافحتها. وذكر السكان بأن إنجحاي عرضة للأمراض المنتقلة عبر الحدود باعتبارها منطقة حدودية. كما قام سكان تسنة بنفير نظافة حول المستشفى. استشهد المناضل محمد آدم أحمد شقراي اليوم 9 من نوفمبر إثر علة ألمت به وتلقيه العلاج في الداخل والخارج عن عمر بلغ 67 عاما. وخدم المناضل محمد آدم شعبه ووطنه بإخلاص وتفاني منذ التحاقه إلى صفوف قوات تحرير إريتريا في العام 1968، ومن ثم إلى قوات التحرير الشعبية الإريترية في العام 1970، حيث عمل حتى تحرير البلاد في مختلف الجبهات القتالية الأمامية من الجندي وحتى قائد الفرقة، فيما عمل بعد الاستقلال حتى العام 1994 في وزارة الدفاع. وبعد أن انتقل إلى وزارة الحكومات المحلية عمل في إدارتي القاش بركة وشمال البحر الأحمر. المناضل محمد آدم شقراي أب ل3 من الأولاد، وسيورى جثمانه الثرى يوم غد عند 4 عصرا في مقبرة الشهداء بأسمرة. وتقدم وزارة الحكومات المحلية أحر تعازيها بوفاة المناضل محمد آدم أحمد شقراي، وتعرب عن بالغ حزنها لأسرة الشهيد وزملائه في العمل ورفاقه المناضلين. مشاهدينا الأكارم، نشرتنا لا زالت مستمرة معكم من الفضائية الإريترية، لكن بعد الفاصل فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم على أنباء العالمية. قال جير بيدرسن مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا أن الجولة الافتتاحية من أول محادثات سلام سوريا منذ أكثر من عام سارت بشكل أفضل مما كان يتوقع معظم الناس، وذلك رغم أن أعضاء بالوفود يتحدثوا عن أجواء فاترة لم يتصافح بها فيها الجانبان. واجتمع ممثلون لحكومة الرئيس بشار الأسد والمعارضة في جنيف لمناقشة دستور جديد في إطار خطط لتسوية السياسية لإنهاء الحرب المستمرة منذ 8 سنوات ونصف. وقال بيترسون إن أعضاء الوفود المشاركة في اجتماع اللجنة الدستورية السورية من الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني تصدوا باحترافية للمناقشات التي أقر بها كانت صعبة في بعض الأحيان. وأضاف الجولة المقبلة من المناقشات تبدأ في 25 من نوفمبر. وكان الوفد الحكومي يسعى لعقد الجلسة القادمة من المحادثات في العاصمة السورية، وهو ما قاومته المعارضة بشدة.
وتركزت المحادثات على إعداد دستور يهدف إجراء انتخابات في نهاية المطاف، وهو جدول أعمال أقل مما كانت تشمله محادثات برعاية الأمم المتحدة في وقت سابق من الحرب، وهي المحادثات التي انهارت بسبب مطالب المعارضة برحيل الأسد عن السلطة. واتفق أعضاء الوفود البالغ عددهم 150 عضوا في جنيف الأسبوع الماضي على تشكيل لجنة من 45 عضوا لصياغة دستور يطرح في النهاية على الناخبين. قال دبلوماسي كوريا الشمالي إن فرصة تحقيق نتائج من الحوار مع الولايات المتحدة تتراجع، وأن بيونغ يانغ تتوقع خطوات متبادلة من واشنطن بحلول نهاية العام. وقال جو شول سو رئيس إدارة أمريكا الشمالية في وزارة الخارجية الكورية الشمالية: منحنا الولايات المتحدة كثيرا من الوقت ونحن في انتظار الرد بحلول نهاية هذا العام، لكن يجب أن أقول أن الفرصة تتضاءل كل يوم. وأضاف خلال مؤتمر في موسكو أن بيونغ يانغ مستعدة لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة إذا كانت هناك فرصة لتحقيق تقدم، لكنها غير مهتمة بإجراء حوار لا يؤدي إلى تحقيق نتائج. ونقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن جو قوله: نحن دائما على استعداد للاجتماع في أي لحظة، ولكن إذا كان الاجتماع مرة أخرى لمجرد الحديث وإذا لم نتمكن من توقع نتائج ملموسة فإننا غير مهتمين بالحوار فحسب. وأضاف أن العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية إهانة غير مقبولة ويجب رفعها. ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية على طلب التعليق على تصريحات جو. اتفقت الصين والولايات المتحدة على إلغاء مرحلي متبادل للرسوم الجمركية فيما بينهما كان قد فرضاها في الحرب التجارية المستمرة منذ شهور. وقالت وزارة التجارة الصينية أن بكين وواشنطن اتفقتا على مدى الأسبوعين الأخيرين على إلغاء الرسوم الجمركية بصورة متبادلة وعلى مراحل مختلفة. وأوضح المتحدث باسم الوزارة قاو فانغ خلال إفادة صحفية دورية إنه يتعين على الصين والولايات المتحدة أن يتبادلا إلغاء بعض الرسوم من أجل الوصول إلى المرحلة الواحد من اتفاق التجارة، مضيفا أن إلغاء الرسوم الجمركية شرط مهم لإبرام أي اتفاق. وأضاف فانغ أن نسبة الرسوم الملغاة يتعين أن تكون متماثلة مع ضرورة التفاوض بشأن حجم الرسوم التي ستلغى، مشيرا إلى أن الحرب التجارية بدأت بالرسوم وينبغي أن تنتهي بإلغائها وفق ما نقلت رويترز. غادر الرئيس البرازيلي اليساري السابق لويس إتناسيو لولا دا سيلفا السجن يوم الجمعة بعد ما أمر قاضٍ بالإفراج عنه، وذلك في إجراء هز أسواق المال وأثار مؤيديه ومنتقديه على السواء، مما دفعهم للدعوة لمظاهرات في الأيام المقبلة. وفي أول كلمة له أمام أنصاره خارج سجنه في مدينة كورنتينا في جنوب البلاد، تعهد لولا بالكفاح من أجل إثبات براءته، واتهم الشرطة والادعاء والقضاء بالعمل على تجريم اليسار. ودعا إلى تجمع حاشد يوم السبت في نقابة عمال المعادن في ضواحي ساو باولو حيث بدأ مسيرته السياسية، وتعهد يعمل بعمل جولة على مستوى البلاد بعد ذلك. كما دعا معارضون شجبوا إطلاق سراحه وقالوا إنه دليل على الإفلات من العقاب والتراجع عن معركة البرازيل على الفساد السياسي إلى احتياجات في مطلع الأسبوع. وحكم على لولا العام الماضي بالسجن 8 أعوام و10 أشهر لإدانته بتلقي رشا من شركات هندسية مقابل عقود عامة. لكن الرئيس اليساري السابق أصر على براءته وقال إن القضية لها دوافع سياسية. انتهت النشرة، إلى اللقاء.